لبؤات الأطلس المنتخب الوطني المغربي هذه المرة في نهائي كأس إفريقيا سيواجه فريق تنزانيا لكرة القدم داخل القاعة فوتسال سيدات. إخواني الكرام أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا مرحبا بكم معنا من جديد في حصة موجز أخبار الكرة الوطنية والإفريقية، هذه المرة بين كأس إفريقيا لكرة القدم سيدات التي تقام بالمملكة المغربية الشريفة الرائدة في التنظيم. هذه المرة لبؤات الأطلس، ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك التأهل لكأس العالم للفلبين وكذلك التأهل للنهائي. لبؤات الأطلس رفعنا راية المملكة المغربية عاليا وتأهلوا بذلك لكأس العالم. لبؤات الأطلس سيواجهنا فريق تنزانيا في النهائي الكأس، نهائي الحلم، نهائي اللبؤات سيستغلن الفرصة. اللبؤات استطاعوا الوصول للنهائي وضربوا فريق أنغولا بخماسية بعدما ضربوا الفرق الأولى ب7 وب8. هذه المرة خماسية خاصة بأنغولا. نتمنى التوفيق ونتمنى أن نضرب كذلك تنزانيا بسباعية أو ثمانية ولما لا بعشارية ونرفع الكأس بالمملكة المغربية. الكأس مغربية وستبقى مغربية. نتبعوا طريق الأشبال، بديناها من الكوب دي موند 2022 ونختموها بكأس إفريقيا بالمغرب ويبقى الكأس بالديار إن شاء الله. إذا بعجلة خوتي، فالمنتخب الوطني المغربي لبؤات الأطلس اليوم يضربنا أنغولا ب5 أهداف وتقصى بذلك أنغولا من التأهل لكأس العالم. شفنا تيكي تاكا مغربية للبؤات. وخوتي خواتاتي، كنتي جديد معنا في القناة ما تبخلش بالضغط على زر الاشتراك، وكذلك محتاجين لايكاتكم وتفاعلكم مع هذه القناة باش نتبعوا دائما التظاهرات الخاصة بالفرق الوطنية المغربية. إذا المنتخب الوطني المغربي للسيدات بكأس العالم بكأس إفريقيا التي تنظم هذه الأيام بالمملكة المغربية الشريفة وخاصة بمركب الأمير مولاي عبد الله، سيلتقي المغرب مع تنزانيا في النهائي. وكل هذا نجده في أمسية يوم الأربعاء 30 أبريل من هذه السنة ابتداء من الساعة 8 مساء، وتنقل المقابلة على قنوات TNT الأرضية وكذلك قناة الخاصة بالكاف تي في على اليوتيوب. ما يبقى لي خوتي خواتاتي إلا أن أقول لكم دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.